أيوة سخنت تاني. طبعا الحرارة فوق 40. لازم هتاخد كيماوي، أكيد شعرها هيقع شوية بس هيرجع تاني وأحسن من الأول. محتاجة طبعا رعاية واهتمام، بس مش تخافي، هتتعالج وهتخف وهتكبر وتخش الجامعة وهتبقى عروسة. بس للأسف هي ملهاش مكان، يعني استني شوية يمكن يفضل سرير تتعالج عليه. البنوتة دي مش بتكلم العروسة، البنوتة دي بتردد الكلام اللي سمعته النهاردة في 57-3-57. وعلى الرغم من توسعاتنا الجديدة سواء في 60 سرير أو فرع طنطا الجديد، وعشان نسب الشفاء اللي بفضل الله وصلت ل 74.7%، إلا إن لسه في أطفال كتير زي البنوتة دي لسه ملهمش مكان. عاوزين نكمل حلمنا ونزود ال 300 سرير الجداد عشان ما نقولش لأي حد أنت ملكش مكان. مؤسسة مستشفى 57-3-57 مصر، رحلة علم، هدف الحياة.